السلام عليكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير وبصحة وسلام. النهاردة هنعمل مع بعض الفطاير التحفة اللي انتوا شايفينها دي. طريقة سهلة وبسيطة، بس ما شاء الله لا قوة الا بالله. الطعم تحفة وكله اعجب بيها. هنشوف مع بعض عملناها ازاي. طريقة سهلة وبسيطة جدا، والمقادير موجودة عندك في البيت. من بواقي اللحمة. اكيد عندنا اطفال. الطفل ما احيانا بتديله قطعة اللحمة ما بيرضاش ياخدها، وبتبقي محتارة ياكلها ازاي. واحيانا الكبار والله، مش الصغيرين بس. بتبقى اللحمة قطعة وقطعتين، باقيين في الاكل. تعملوا بهم ايه؟ يلا نشوف بينا عملنا بهم ايه. عملنا بهم احلى فطاير تحفة والكل اتهبل عليها. يلا نشوف مع بعض المقادير. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجة بنجيب كوبايتين مية، كوباية معلقة ملح، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر، ومعلقة صغيرة ونص خميرة، يعني معلقة كبيرة خميرة. وهناخد بياض بيضة. يعني ممكن تستغنى عن بياض البيضة، ده مش مشكلة، بس أنا عشان عايزة الصفار عشان ندهن بيه وجه الفطاير، فقلت البياض أحطه مع العجينة. آه، كوبايتين مية ضفت لهم 4 كوبايات دقيق. أول حاجة ضفت 3 كوبايات، وكوباية ركنتها كده على جنب لما نشوف آه، اما نعجن يعني، ونشوف العجينة هتحتاجها ولا لا. بس طبعا اكيد احتاجتها وزيادة كمان، لان مش كل الدقيق يا جماعة زي بعض. فنصيحة ليكي، لو انت مثلا مش اسرة كبيرة ومش عايزة تعملي كمية كبيرة، ممكن تحطي الاول كوباية ونص مية، وتضيفي 4 كوبايات دقيق. لو احتاجتي مية تاني يبقى ضيفي، ما احتاجتيش يبقى خلاص. لان انا كوبايتين المية دول خدوا مني 5 كوبايات دقيق. هنقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده، بالطريقة دي. زي ما قلت لكم الدقيق مش زي بعضه. انا كده خلصت 4 كوبايات الدقيق، بس احتاجت كمان كوباية يعني. خدت مني 5 كوبايات دقيق. طبعا كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. الفطاير دي بتنفع بقى في الفطار، في السحور، وفي الايام العادية بتبقى تحفة. وبتنفع برضو في المناسبات بصراحة. طعمها روعة، كله يعني بصراحة اتهبل عليها. كده ضفنا كمان نص كوب من الدقيق، يبقى كده 4 كوبايات ونص. هنقلبها كده. انا ده كله بقلبها بالمعلقة. شوفوا انا كمان ضفت كمان نص كوباية دقيق. هنقلبها بقى ونعجنها كويس زي ما انت عايزة لحد ما تبقى عندنا عجينة بالشكل ده. هنغطيها بقى ونركنها على جنب. ويلا بينا نعمل الحشوة. زي ما انتم شايفين دي بواقي اللحمة. الولاد يقولك مش هناكلها، دي فيها دهنة، دي مش عارفة ايه. فتروحي بقى مجمعة كام حتة دي، يعني دولت 4 قطع من اللحمة. تمام، وقطعة كده دهنة بتبقى جميلة وبتدي طعم حلو قوي. هنقطعها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. جبت بقى بصلة وقطعتها، جزرة وبشرتها، حباية بطاطس برضو بشرتها، وقرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر، وقرن فلفل اللي هو الحامي. روح بقى عند البوتاجاز، حطينا الطاسة. حطيت معلقتين 3 كده زيت، لو عايزة تحطي سمنة حطي. ونزلت بالبصلة أقلبها كده تقلبتين. انا مش عايزه اي حاجه يعني مش عايزاها تحمر ولا اي حاجه، دي يا دوبك تشويحه بسيطه. تمام، هنقلبها بقى كويس بالطريقه دي زي ما انت شايفه. وبعد كده ضفت الجزر. نقلب برضو. طبعا الحاجات دي بتدي قيمه غذائيه وبتدي الوان وبتدي كمان كميه. تمام. دلوقتي بقى نزلت بالفلفل. زي ما بقولك كله تشويحه، يعني انا ممكن اضيف كل الحاجات دي مع بعض، مفيش اي مشكله. تمام، فمفيش اي مشكله. ضفت بقى البطاطس اهي. حبه بطاطس كبيره مبشوره، فلفل احمر وفلفل اخضر وجزرة وبصلة كبيرة. دلوقتي بقى هضيف اللحمة. اللحمة طبعا هي مستوية، مش محتاجة ان انا اسويها ولا حاجة. دي بس بتتشوح تشويحة بسيطة زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون. ممكن بقى عندك بابريكا ضيفي زي ما انت عايزة. خلاص كده خلصناها. نشوف بقى العجينة. العجينة اهي ما شاء الله. انا مش عايزاها تختمر قوي قوي، يعني العجينة الاحسن ان انت ما تخليهاش تختمر قوي.
خليها خمر يعني تلتين خمر كده. هنرش بقى رشة دقيق كده، وننزل بالعجينة كده ما شاء الله. هنلمها بالطريقة دي زي ما انت شايفة، هي فيها تلزيقة كده ودي حاجة كويسة. هنبتدي بقى نقطعها كور صغيرة، انتوا عارفين كور زي بتاع الرقاق كده، او زي بتاع خلية النحل، كور صغيرة. انا ما شاء الله يعني العجينة دي انت لو اسرة كبيرة ما شاء الله هتكفيكم وزيادة كمان، لان انا يعني العجينة دي فاض منها عندي عجين، وهعمل بها حاجة تانية اهي زي ما انتم شايفين كده. هنكورها بالطريقة دي بقى. انا طبعا عاملة كمية هي ما بانتش في قلب الكاميرا. رشة دقيق كده بسيطة، ونبتدي نفرد بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي. نفردها كويس، نجيب واحدة كمان. هي بس عشان العجينة فيها حتة تلزيقة كده، فطبعا ايه بتبقى محتاجة رشة دقيق. اهي زي ما انتوا شايفين كده. وممكن برضو نعمل برضو خلية نحل زي ما انتوا شايفين. انا عملت شوية كده ورصيتهم في صينية، وهبتدي بقى انزل عليهم بالخلطة زي ما انتوا شايفين كده. دي اول صينية عملتها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي ما شاء الله. وابتديت اعمل صينية كمان. هفرد بقى العجينة برضو بشكل تاني اهي. نعملها من الجنب ده ومن الجنب ده زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة تحفة، واتعملت بطريقة جميلة جدا زي ما انت شايفة عاملة كده بالطريقة دي. هنبتدي بقى الصينيتين الاولانيين دولت هنبتدي ندهنهم كده بالبيض من الجنب كده، من الحروف كده زي ما انتم شايفين. صفار البيضة دي انا حطيت لها معلقة خل وانا بقلبها. تمام. انا مسخنة الفرن دلوقتي، هندخل دي الفرن وعقبال ما اجهز كمان صينية. هعمل كمان زي ما انتم شايفين كمان ما شاء الله. وفاض عندي كمان عجين، يعني ما شاء الله عملت كمية حلوة تكفتنا في الفطار. وفاض كمان عندي عجين هعمل بهم خلية نحل ان شاء الله. يعني ممكن خلية نحل، ممكن اعمل بهم حواوشي، ايا كان بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. متنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي كده كومنت حلو زيكم بإذن الله، وتشجعوني. وعايزين بقى نكبر القناة اكتر واكتر، مش هتكبر غير بيكم انتوا. ولو محتاجين اي حاجة، اي وصفة، اكتبوها في الكومنتات وان شاء الله نعملها مع بعض بإذن الله. شايفين بيبقى شكلها تحفة بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله. وادي بعد ما طلعت ما شاء الله الفطاير، شايفين شكلها عامل ازاي حقيقي والله، وطعمها تحفة عجب الجميع ما شاء الله. شايفين حلوة قوي قوي، والطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش اي وقت. والف هنا وشفا ورمضان كريم.